الحمد لله. هو معايا من واحنا 16 سنة لحد دلوقتي واحنا 27 اهو. يا رب نتجوز بقى عشان خلينا. 11 سنة بيتأكد بس ان انت الشخص الصح ولا لا. انا شايف المظبوط 15 سنة عشان تتأكد ده الشخص الصح ولا لا، غير كده يبقى تسرع. متابعينا، اهلا بيكم في حلقة جديدة من انا والنجوم وهواك النسخة المسروقة. وحلقة النهاردة بتتكلم عن الحب قبل العشرين. جالنا قصص كتير، فما تيجي نشوف. حب قبل العشرين، منيح انه انتهى وقتها. كان شنبي اكبر من شنب. اوف. يا عيني يا حبيبي، ملحقش يعيش ايام من غير شنب. انا في كلية البنات، يعني مش هعرف احب حد غير الفراش، وهو اصلا بيطلع في الروح. ده حتى يا اخي مفيش دكتور 40 سنة نسلك بيه سننا، كله 70 سنة. لا لا لا، انا خفت جدا في كذا حاجة يعني. مبدئيا مالكيش دعوه بالفراش، سيبيه يطلع في الروح على مهله. مش المفروض ان احنا ندور على رجاله في نطاق 2 كيلو حوالينا؟ عادي، ممكن فاهمه. وانت في كليه البنات المحطه اللي بعديها المرغاني، هتلاقي هناك شباب بيلعبوا بالعربيات وبتاع وكده، في شباب حبيهم دول حلوين، ها. وما نسلكش اسناننا ببني ادمين عشان ده شيء غريب جدا جدا. اطلع من الكليه. هي كليه داخلي ولا ايه؟ كراش الجامعه دلوقتي معاها يونس وقلبي. حبيب قلبي. طب انت مش ناوي تموف اون وتتجوز وتجيب لنا ادم وكرامه بحيث ان احنا نحافظ عليها شويه؟ حب. انا قبل العشرين كنت لسه بكراش على شخصيات في الكرتون. هي الناس بتكبر بسرعة ولا انا عندي تأخر؟ بكراش على الكرتون؟ لا، انا عايز افهم ايه نوع الكراش اللي بيطلع على الكرتون. بتتخيلي دماغك بتقول ايه؟ طب نفسي ايه مع الكرتون؟ ها؟ وتأخر ايه ده؟ تغيب. انت لسه ما جيتيش. مش قادرة اكراش على حد من بلادي، بقرف منهم. بس كراشيت على ممثلين من دين تاني وامراء وناس وقلبي مكسور. انا مبسوط ان انتي مشكلتك الوحيدة مع الممثلين والامراء ان هما من دين تاني، لكن غير كده كانوا بتوعك اصلا يعني. ثقة. في الجامعة كنت كل اسبوع بكراش على 3 بنات، والاسبوع اللي بعده انساهم واكراش على غيرهم. ما شاء الله، ايه كل البنات دي؟ انت كنت في كلية ايه؟ انت اكيد كنت في فنون جميلة. انا كنت في علوم حاسب، كان عندنا 4 بنات. يعني اقصى حاجة ممكن اعملها ان انا احب واحدة كل سنة، ده المتاح. حب قبل العشرين، مش لما يعرف يشطف نفسه الاول. ايه ده؟ انت ابتديت تشطف نفسك بعد العشرين؟ مدة طويلة جدا من غير تشطيف. المشكلة انه قبل العشرين ومكرشين على 40. بندور على واحد قد بابا. طيب دي اسمها دادي ايشوز. ادينا عرفنا ان في مشكلة محتاجين نحلها قبل ما نرتبط باي حد خالص بقى، ولا عشريني ولا تلاتيني. في مشكلة في صورة الاب هنا، فمحتاجين نعالجها بالله عليكم. الحب قبل العشرين خطأ، لأنه لم يصل للوعي الكافي حتى يدخل علاقة. كلام مظبوط. أنا في واحد صاحبي 32 سنة دلوقتي، جمع الوعي الكافي كله ومصاحب بيه 4 غير مراته. خشمي أكبر من خشمك. يعني كده خسرت في مسابقة أكبر خشم يعني؟ ولا وخشمك دي اللي هي بقك ولا مناخيرك ولا أنت مش قصدك دول أصلا ولا إيه؟ أنا اتوترت. صاحبت واحدة في 4 ابتدائي وطلعت مصاحبة 11 ولد غيري. ومعيشة كل واحد في نفس الكدبة. يا عبيط، دي كانت بتجمع فريق كورة تبدأ فريق ناشئين. انتوا اللي كنتوا فاهمينها غلط. اتجوزت والله يا بيتر اهو، ودخلنا ال30 سوا، ولحد دلوقتي بنسأل بعض كان ليه الاستعجال ده كله. والله مش انتوا بس، كل اللي اتجوزوا بشكل عام شايفين ان ده كان استعجال يعني. كان عليه الاستعجال ده كله، فمش فارقة والله. حبيته وفركشنا 10 سنين، رجعنا واتجوزنا سنة واتطلقنا. عارفكم الناس اللي بتكره العلامات دي. يا رب اديني علامة، يضربوا برق، يخش المستشفى، يا رب فين العلامة يا رب، يعني اعمل فيك ايه تاني يا ابني؟ الحب قبل العشرين زي لما تشتري سيارة وانت ما تعرفش تسوق. لا ما شاء الله عليهم، بعد العشرين معاهم رخصة دولية. ولا يا صديقي، الاتنين بيخيشوا في الحيطة. الفرق الوحيد ما بينهم بس ان ده معاه رخصة وده معهوش. انا مقبل على العشرين، كيف بعرف اني بالطريق الصح؟ هو في طريق صح؟ انت فهموك ان في طريق معين صح؟ توكل على الله يا عم، شوف طريقك، ربنا يكرمك في الطريق ان شاء الله يطلع صح. محدش عارف. لو حب المشاهير حب، فانا حبيت نفس المشهور 5 سنين، هذا حب؟ هو حب طبعا، بس انت فركشتي مع المشهور ده ليه؟ يعني في يوم صحيتي الصبح وقلت لا خلاص، احنا مش هنكمل انا وتامر حسني اني مور. ايه اللي حصل؟ الحب قبل العشرين 99.9 مشروع فاشل.
والله كل الناس بقى فاكره نفسها الواحد من 10 دي. انت ما تسالنيش ليه، كل الناس متخيله ان هي شاذ في القاعده، وبيبقى شاذ فعلا بعدها. الحب قبل ال20 او احنا لسه صغيرين شويه كده، ألذ حاجه في نوعيه الحب ده ان انت بتكون عايش بدون ضغوطات او مسؤوليات. كل اللي مطلوب منك بس ان انت تقعد تذاكر شويه او ما تذاكرش، المهم بس ان انت تعدي وتنجح. ده كل المطلوب منك في الحياه. فالحب من غير مسؤوليات وضغوط بيبقى جميل، بيبقى فيه احلام، واحلام بتبقى ورديه وكبيره، ونتخيل ان احنا نعرف نعمل حاجات اكبر من حجمنا بكتير. وده بيسموه الفيري تيلز، اللي هي القصص اللي احنا بنتفرج عليها في الافلام. حب بقى واحد حب واحده هم عندهم 12 سنه وفضلوا يحبوا بعض وكملوا الطريق ووصلوا لاحلامهم، زي قصه ماسي زي واحد اتكلم عليها النهارده. فانت متخيل ان انت هتوصل للحلم ده، ودي قصه وسط 1000 قصه. لكن الحقيقه ان الفيري تيلز دي في الافلام، والفيري تيلز موجوده في الافلام لسبب، عشان الفيلم ما بيتعملش على القصه اللي بتتكرر كتير. الفيلم بيتعمل على القصه اللي بتتكرر مره كل 100 سنه، فيتعمل عليها قصه وسياق درامي وتحب تتفرج عليها وتبقى تتخيل نفسك فيها، بس ده اخرها خيال. لكن الحقيقه بتبقى اصعب من كده بكتير، وتكراره بيبقى صعب جدا. وفي ناس بتفضل في العلاقات دي مكمله بس عشان توصل للفيري تيل، عشان يبقى اسمه عمل الحاجه اللي اتعملت في الافلام. والقصه بتبقى جميله، وتخيل الفرح بيبقى جميل قوي قوي قوي، من غير اي تخيل الحياه بعد كده اصلا هتبقى عامله ازاي، عشان انت اصلا خبرتك ما تؤهلكش ان انت تتخيل الحياه قدام عامله ازاي. في ناس مكمله بس عشان ما يطلعوش اندال. انا لو سبتها دلوقتي يبقى شكلي ايه، احنا بقالنا 8 سنين مع بعض ولا 10 سنين مع بعض، هسيبها دلوقتي يعني؟ الفكره ان انت لو ما بقتش ندل دلوقتي هتبقى ندل قدام ومعاك عيال. فلو انت حسيت ان خلاص القصه ما ينفعش تكمل عشان انتوا اتغيرتوا وكبرتوا، يعني مش ضروري ان انت تطلع جدع قوي لدرجه ان انت تتجوز حد هتطلقه كمان فتره يعني. الحب فعلا ملوش سن، انت ممكن تحب في اي وقت في الحياه. دي حاجه احنا مولودين بيها، غريزه ان احنا بنحب، نحس ان احنا بنحب وبنتحب وان احنا في قصه حب، ايا كانت نوع الحب ده، مع صديق، مع اهل، مع شريك حياه. فكره الحب جميله وممكن فعلا تحب في اي وقت. بس ليه بنقول ان الحب قبل ال20 صعب؟ في تغيرات كتير بتحصل قوي 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 في وقت صغير جدا. وقت ان انت بتسيب المدرسة تخش من عالم المدرسة لعالم الجامعة، بعد كده تخلص عالم الجامعة تخش في عالم الشغل. دول عوالم مختلفة تماما عن بعض، وانت بتغير من كل عالم للتاني، انت بتتغير. فكرك وانت في المدرسة وكل الدنيا بس اخرك ان انت شايف اي المدرسة بس، بتخش الجامعة تشوف الدنيا اوسع بكتير. تخش الشغل تكتشف الحياة اوسع واوسع من ان انت قد كده اهو، وكل خبراتك في الدنيا قد كده. فبتكتشف ان في عالم جديد. طب انا ايه اللي خليني يربطني بواحد انا كان كل خبراتي في الدنيا قد كده؟ فالشخص اللي انت كنت شايفه اجمل واحد في الدنيا، ده كان في الدنيا اللي قد كده الصغيرة. دلوقتي الدنيا بقت قد كده، ما بقاش هو اجمل حد في الدنيا، بقيت مبهور بناس تانية وشايف ناس تانية اجمل وناس تانية اقرب ليك ولاحلامك ولشخصيتك الجديدة. بس انت خلاص ربطت نفسك بشخص في الشخصية القديمة في العالم الصغير بتاع زمان. فكل اللي احنا بنقوله للناس ان انت سيب نفسك لما يحصل تغيرات كبيره جدا، زي ان انت تسيب مدرسه تخش جامعه، تسيب جامعه تخش الشغل، تسيب شغل، ممكن تسيب البلد او تروح حاجه تانية او تعمل حاجه كبيره تانية في حياتك. هتكتشف ان الشخص اللي انت معاه ده كان حلو في الدنيا الصغيره بتاعت زمان. فلما التغيرات الكبيره قوي في حياتك تخلص، ابتدي قرر ساعتها تكتشف انت نفسك مين وشخصيتك عامله ازاي وبتطورها ازاي. فهو مفيش قاعده بتقول ان الحب ده مش هينجح، بس المفضل ان انت لما تخلص التغيرات الكبيره قوي دي هتهدى وتفكر احسن، وهتكون شخص منطقي اكتر في افكارك. في حقيقة كمان ان النضوج ملوش سن. في ناس عندها 40 و50 و60 سنة ولا تمت للنضوج بصلة. وفي ناس صغيرة شافت كتير في حياتها وتعلمت وشافت خبرات وتعرضت للدنيا من بدري، فبيكونوا قادرين ان هم ياخدوا قرارات احسن واحكم. بس للأسف ما بيكونوش الشخصين عندهم نفس كمية الخبرات. فممكن انت تكون شفت خبرات هي ما شفتهاش، او هي شافت خبرات وانت لسه قاعد في بيتكم. فاكبر مشكلة بتقابل اي اتنين بيرتبطوا ان هم ما بيكونوش ماشيين بنفس السرعة. انت تطورت وكبرت وتعلمت وشخصيتك كبرت ونضجت، وانا لسه قاعد في مكاني. وده اللي بيخلي اتنين يحسوا ان هم مش مناسبين لبعض في اي مرحلة في الحياة. ممكن المرحلة دي يكونوا لسه متجوزين، ممكن يكونوا اصلا لسه مرتبطوش، ممكن يكونوا معاهم 3 عيال، بس اكتشفوا في اللحظة دي ان هم ما بقوش مناسبين. بس الحقيقة برضو ان المنطق عمر ما منع حد انه ياخد اي قرار في حياته. عادي، لو انت قررت تحب هتحب، لو قابلت حد وقلبك اتحرك هيتحرك. الحقيقة كمان ان انت هتاخد خبرات كبيرة، يعني مفيش اي مشكلة برضو ان انت ترتبط بحد والدنيا ما تكملش بعد كده. ولازم تفتح قلبك ان ده جايز يحصل في الحياة، وان دي مش نهاية العالم، وتأهل نفسك من قبلها ان جايز اللي انت فيه ما يكملش. بس الجميل في ان انت تعيشه، وسنينك تتعاش وانت مبسوط، وعمرها ما هتكون سنين ضاعت، عشان سنين انت عشتها وانت فعلا فرحان من قلبك.
فعيش اللحظة اللي انت عايشها، واعمل حساب لقدام، واعمل حساب ان جايز كل حاجة في حياتك تتغير، وده حاجة منهم. فجمد قلبك كده لما يحصل تغيرات، ما تزعلش، وافتح قلبك ان هو عادي، هنعدي الفترة الصعبة ونخش في حب تاني والحياة هتجمل، ما تقلقش. في النهاية عايز اقول ان الحب احلى حاجة في الدنيا في اي عمر ولأي عمر، واتمنى لكم كلكم علاقات ناجحة وجميلة وتكونوا مبسوطين فيها كلكم في اي عمر. وفي الاخر عايز اشكركم جدا على مشاركاتكم الجميلة جدا جدا وعلى متابعتكم، واشوفكم يوم الجمعة الجاية في حلقة جديدة من انا والنجوم وهواك، النسخة المسروقة، و جود نايت.